تعلم دائما أن تكتفي بما تملك، فالحمد لله دائما وأبدا، فالقناعة كنز لا يفنى. وتذكر، قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء يغرق. هعمل معاكم النهاردة كوارع. هنعملها ازاي مع بعض؟ طبعا زي ما انتوا شايفين كده الكوارع بتاعتنا مش متنضفة او متنضفة نص تنظيف. احنا طبعا هنعيد عليها وهغسلها معاكم بالمية والليمون والملح والدقيق. حابة تحطي اي حاجة تانية براحتك. انا حطيت هنا دقيق وهبتدي ادعك حتة حتة قطعة قطعة بالدقيق معاكم. طبعا زي ما احنا عارفين ان الكوارع ديت يعني مفيش احسن منها، وخصوصا الحاجات اللي بتبقى ما بين العظم اللي هو النخاع. زي ما انتوا شايفين انا بقول لكم ان ده لحمه، مش يعني حاجه وحشه ولا حاجه. ديت برضو هحاول على قد ما اقدر ان انا انضفها، ما اخليش فيها حاجه. طبعا لو فيها اي حاجه بتطلع بالميه بالغليان. الغليان دوت بيقتل البكتيريا اللي موجوده فيها. على البوتاجاز وهسلقها اول سلقه زي ما انتوا شايفين بيضه ازاي. هسلقها اول سلقه من غير اي اضافات. الحته السمراء اللي قدامكم ديت لحمه، مش حاجه تانية. زي ما احنا شايفين الميه ابتدت معانا تلون، وده دليل ان ديت كوارع جاموسي. لو هي كوارع بقري بتبقى الميه عاديه معاكي خالص، كأنك مش حاطه فيها حاجه، بتبقى لونها عادي. هنا خدت معايا اول سلقه. هبتدي اطلعها في الطبق اللي موجود ده علشان اغسل الحله وارجع احط لها ميه تاني بالتوابل بتاعتنا. اول ما بتطلعيها بتحسي ان لونها غير، لكن لما ترجعيها تاني بتبقى معاكي لونها حلو. انا بحب اسلقها مرتين. هي برضو بتسود معايا شويه، بس انا بحب اعملها مرتين علشان لو في بكتيريا ولا حاجه موجوده الكوارع بتاعتي ابقى مطمنه ان هي نظيفه. زي ما انتوا شايفين كده انا غسلتها بالميه الساقعه طبعا تحت الحنفيه، مش بميه ساقعه، يعني غسلتها بالميه شاطفه كده عشان لو فيها اي بواقي من الميه اللي طلعت دي. طبعا برجع تاني الكوارع في الميه السخنه. مش بتكون ميه سخنه قوي، يعني مش بخليها تغلي. انا بحطها في الميه اللي هي نص غليان، يعني مش سخنه قوي. ليه بقى؟ علشان تبتدي معايا كل ما الميه تسخن كل ما اللحمه بتاعتي تدوب اكتر. هحط طماطم وبصل وفص توم وحبهان ومستكة وورق لورا، ولو حابة تحطي جزر كرفس فلفل، اي حاجة انتي بتحبي تحطيها وبتحبي تنكيها الشوربة بتاعتك براحتك خالص. انا اكتفيت بالحاجات دي لان هي اصلا اساسا اللي كانت موجودة عندي. المكون السحري بقى اللي هيخلينا الكوارع تستوي بسرعة نوايا البلح. نوايا بلحة سودة، البلح الرطب الصغير الاسود ده، تيجي تحوش النوايا بتاعته وتحطيه الاسود يا جماعة. هنا استغلت طبعا الشوربة وسلقت بقية الطماطم اللي هعمل بيها المحشي، لان احنا هنعمل الكوارع النهاردة على محشي ورق عنب. والمفاجأة هتعرفوها برضو معايا. هنا الكوارع بتاعتنا استوت، ودي دليل على الاحماض اللي موجودة في نواة البلح هي اللي سوت لي الكوارع بسرعة. ما خدتش معايا، يعني ممكن خدت نص ساعة، يعني نص ساعة واقل كمان، ما خدتش معايا وقت والله الصراحة. هنا انا سويتها، هحط لها بقى الفلفل والملح بتاعنا. اخر حاجة بحطها الفلفل الاسود علشان الشوربة تبقى متنكهة معايا كده، والملح والفلفل الاسود له الطعم بتاعه ظاهر معايا. هنا بقول لكم الطماطم ديت انا استغليت الشوربه وسلقتها، فلان انتوا زي ما انتوا عارفين بحب اسلق الطماطم اللي هعمل بيها اي صلصه.
هنا الكوارع معايا دايبة خالص اهي شايفين طالعة من الشوكة ازاي، ولا اروع. اللي عنده بقى هشاشة عظام، اللي عنده العظم بتاعه لين، اللي عنده اي حاجة، على بشوية الشوربة اللي كانوا في الحلة دول. بجيب الرز، طبعا رز مصري مغسول، وانا كنت عامله صلصه، او بمعنى اصح عملت الصلصه بس ما صورتهاش لان عملتها قبل كده معكم. بصلايه، وبحط التوابل بتاعي بحمرها، وبحط التوابل بتاعتي، وبحط عليها الطماطم وفص ثوم، و بنزل بالخضار، بعد كده تقليبه، وبختبر بقى ايه الحدق بتاعي، عايزاه حادق عايزاه مش حادق براحتك، اتحكمي انت في الملح زي ما انت عاوزه. لو وصلتوا لغاية هنا صلوا على النبي، وما تدعموني باللايك والشير، وما تنسوش دعوة حلوة في ظهر الغيب لاختكم. طبعا بتضيفي بقى لما انت تعملي الصلصة بره الموضوع كده، بتضيفي زي ما انت عايزة، لا تطلع منك كتيرة قوي ولا تطلع منك قليلة، انت بتضيفي براحتك. بمسك الكوارع، طبعا انا باخد على قد الاحتياج، انا ما خدتهاش كلها الصراحة، انا خدت ايه يعني دوبك نص الموضوع، وقطعتها قطع صغيرة وخليتها وقطعتها وشيلت العظم في جنب. العظم ده برضو مش هيترمي، العظم ده بيبقى فيه النخاع اللي هو اساس الكوارع بتاعتنا. طبعا بتحطها في الشوربة كده، وانتي ايه كل واحد طبق شوربة كده وايه وجواه عظماية، يطلع اللي فيها ده كل الكوارع. ببتدي الف كده صباع ورق العنب زي ما شفتم، هلف معاكم كذا واحد برضو. الجهة الخشنة بتكون لفوق، والجهة الناعمة بتكون بره، يعني انا بحشي على العروق اللي هي ايه الخشنة. تعالي تمسكي الورق كده، الورق دوت انا مش شارياه، مش طازة، لان مش كانش موجود، مش متوفر عندنا دلوقتي، فانا جبت اللي هو المتفرز، اللي هو الجاهز ده من السوبر ماركت. هنا بقول لكم ان الجهه الخشنه بتكون اللي هي بحط عليها الرز، وابتدي الف كده الصباع بتاعي زي الفل. شايفين اللفه ولا كده صباع محشي. هعمل معاكم كذا واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك يا رب العالمين. لو ملاحظين ان انا بعمل في حلة، ودي كانت المفاجأة بتاعتي، لو ما عندكيش طاجن مش هتقفي وهتوقفي الدنيا، لا هتشتغلي برضو وهتعملي احسن حلة محشي ورق عنب بالكوارع. وخليكم معايا للاخر وهتشوفوا الشكل الجمالي في الاخر، لوحة فنية، والطعم قنبلة ذرية. دي الشكل ده، اظن انا عملت معاكم يعني اكتر من واحد. بلف، شايفين اللفة مش يعني لفة الورق الكرنب لها طريقة، ولفة ورق العنب برضو لطريقة، اللي يريحك برضو. عايزة تعمليه زي ورق الكرنب براحتك، بس المقصود هنا ان انا مش بطلع منه لا رز من جهتي ولا اخلي الرز يطلع من الجهة التانية، علشان ايه تشوفوا في النهاية كده مفيش رزاية خارجة بره. هنلف طبعا الحلة كلها، وبعدين هناخدها ونروح على البوتاجاز، هنولع الولعة بتاعتنا، وهنحط حاجة برضو كده كنت عملتها معاكم قبل كده، لو عايزين الطريقة دوروا في الفيديوهات، دبس رمان.
دبس رمان. بس عايزه اقولك يعني زودي الكميه دي شويه. انا هنا حطيت علشان هو انا اللي عاملاه عندي في البيت، ومقلعه صغيره بتكفي الغرض وتزيد وتفيض كمان. لكن هنا برضو انا الطعم ما كانش ظاهر قوي. انا كنت يعني انت برضو تحكمي في الطعم، عايزاه ميزز قوي زودي، عايزاه يعني مش ما تحسيش بالمزازه بتاعته حطي زي ما انا حطيت كده مقلعه صغيره. بس انا عايزه اقولكم ان انا برضو رجعت زودت نص مقلعه تانية يعني. بعد كده هنزل بالشوربه. الشوربه بتاعتي بتبقى على المستوى بتاع ورق العنب، على المستوى بالظبط. لكن الكرنب بيكون فوق الصبع، يعني الصبع كده تحسي ان هو ايه باين من على الوش. هحط طبعا اي حاجه كده عليه وهغطيه، بنكتم البخار وبغطيه. وده كان شكل ورق العنب معايا. شايفين الجمال يا ولاد والحلاوه؟ شايفين الطعام؟ عايزه اقول لكم الطعم كان فوق الخيال والله. يعني اللي مجربش الكوارع بورق العنب وحتى في حله فايته كتير. شويه زيت كده على النار واسيبهم لما يقدحوا، وبسقسق المحشي من فوق. شايفين اللمعان؟ هبتدي اقلبه بقى علشان نغرف اللوحة الفنية بتاعتنا. وبص على الحلاوة. حلاوة دي ولا مش حلاوة؟ الحلة ما فيهاش اي حاجة. حلاوة دي ولا مش حلاوة؟ والله الصوص ده عايزة اقول لكم يعني لما المحشي لما قعد شوية اتشرب كل الصوص ده، وبقينا اللي يفضل منه نغمس كده الايه المحشية بالصوص. الكوارع دايبة دوب. طبعا هي خدت لون ورق العنب، تحس ان هي اسمرت شويه، بس هو ده اللون الطبيعي لان هي ورق العنب زي ما انتوا عارفين بيصبغ. شايفين الحلاوه؟ والله دايبه دوب. يعني من حلاوتها انا ما كنتش عارفه امسكها لان هي سخنه، كانت سخنه قوي. يعني انا لسه قلبه الحله قدامكم منزلها على النار، على النار على طول. حلاوه حلاوه حلاوه. لو كملتوا معايا الفيديو ادعموني باللايك والشير، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم بخير، مع الف سلامه، بالهنا والشفا.